اوعي توصلي ربنا لاولادك بشكل غلط، لان هو ده الضمان الوحيد اللي ليهم اللي يحسن حياتهم ونفسيتهم العمر كله. فكل اب وام بيسمعوني الله يكرمك، علاقه ولادك بربنا هي اهم حاجه تعلمها لهم وهم صغيرين. اوعوا تعلموهم ان ربنا اللي بيعذبنا وان ربنا اللي بيبتلينا، وان لا، اوعى تورث ده لاولادك. ظبط العلاقه ما بين ولادك وربنا بس بشكل صح، بشكل حلو. اقسم بالله حب ربنا لو دخل قلب اي حد انسى. فلو دخلنا حب ربنا جواهم هيبقى احسن 1000 مره من الخوف، لان اللي بيعمل بحب غير اللي بيعمل تماما بخوف. انت نفسك اللي بتسمعيه. لو جوزك النهارده قال لك ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، انت احساسك بيبقى عامل ازاي؟ وده بني ادم. لكن لو جه قال لك انا بحبك وانا عايزك تبقي كذا وانا مش عارفه عايزك تعملي والله العظيم عشان خاطر كذا، هتلاقي نفسك بتعمليها وانت مبسوطه. ليه؟ لان دخلك من حب مش من تخويف. ده بالظبط كده. وربنا سبحانه وتعالى هو الضمان الوحيد ليكي في حياتك ان اولادك دول يبقوا كويسين. فالله يكرمك، بدل ما يبقى اهتمامك مدارس انترناشونال واهتمامك لبس وشكل وتمارين، لا، اهتمي بانك تدخلي ربنا سبحانه وتعالى جوه اولادك وجوه قلبهم بحب مش بخوف. ربنا سبحانه وتعالى اقرب ليكي من نفسك وقادر انه يخفف المك النهارده وفي ثانيه، لانه قادر وقوي وهو اللي بايده الشفاء الوحيد.